تعالوا نعمل احلى بوكيه ورد في البيت، كله كده جمال ورقه. عايزه اقول لكم هيضيف كده لبيتكم شكل جمالي حلو جدا، وعايزه اقول لكم ان هو بيتباع بسعر غالي جدا بره. تعالوا بقى نعمله باقل الامكانيات. كل اللي هنستخدمه هو باقه من الورد هنشتريها من بره. وتعالوا بقى نشوف اتعمل ازاي. اهم حاجه هننزل نضغط لايك ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس على الكل عشان نتفرج على كل الفيديوهات. واهم حاجه يا جماعه الشير واللايك. تمام. عندي سبت الخوص اللي انتوا شايفينه ده، تقدروا لو هو مش عندكم في البيت او مش عندكم طبق اللي انتوا تقدروا تحطوا فيه الورد، نقدر خالص نشتريه، سعره مش غالي خالص. انا كان عندي في البيت كنت جايبه فيه كده شاور وبادي لوشن وكلام من دوت، ففضيته وهدهنه اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. طبعا اللون الذهبي ده تقدروا تجيبوه من عند الموان، هوريكم العلبه بتاعته شكلها ايه. ولو مش عندكم فرشه تدهنوا بيها، اعملوا زي ما انا عملت كده، دهنته بفرشه السنان. بصوا العلبه اهي، سهل خالص اللي انتوا توروها للموان وتجيبوا زيها. عندي بقى الفل هقطعه كده، هوريكم بقى هقطعه كده على قد القلب. طبعا مش هقدر اجيبه قد القلب بالظبط، جبت اكبر جزء فيه، وبقيه الاجزاء اللي فاضيه هقطع حتت صغيره وهزنقها كده جنب الحتت الكبيره علشان ما يبقاش سهل اللي هو يخرج بعد كده من السبت. يعني حتى لو قلبت السبت شمال يمين خلاص الفل بقى متطبع جوه السبت. تمام. مجرد ما اللي انتوا خلاص بتظبطوا السبت وبتحطوا في الفل كده، الخطوه دي سهله جدا، تقدروا تعملوا بقى الخطوه الجايه دي بكل سهوله. جبت كده باقه من الورد زي ما انتوا شايفين، فيها ورد كبير وفيها ورد صغير عامل زي البراعم، وبيدي كده شكل حلو جدا. بنقطعه بقى كده بالزراديه او بالبنسه او حتى بسكينه. عايزه اقول لكم انا قطعته بالسكينه بيتقطع بكل سهوله. بنشوف بقى الطول المناسب، ما نتسرعش ونقطعه قصير جدا في البدايه كده، لا نقطعه كده بس بنشيل المقبض بتاع الباقه، وبعدين بنقيس ونشوف كده الطول مناسب ولا هو طويل كده قوي. لا هنقصر شويه بس مش هنقصر كتير، عشان لو قصرت من البدايه يبقى كده باظ مني ومش هيبقى حلو. ونقدر طبعا نعمل الباقه تبقى طويله من النص كده، وتيجي من على الطرف تبقى ايه الورديه اقصر شويه، بحيث ان هو يديني المنظر اللي انتوا شايفينه ده في النهايه. بصوا انا حطيت الورد اللي هو عامل زي البراعم الصغير ده، حطيت 2 كده في المقدمه كده زي ما انتوا شايفين في اول السبت، و2 لورا. والورد نفسه اللي هو الكبير كان فيه 2 لون سيمون واللون اللي هو الكشمير. بصوا ده لون سيمون شايفين، واللي قدام دي كشمير. بقيت احط مثلا واحده كده وواحده كده علشان يبقى شكله في الاخر زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت حاسه هنا لو محتاج من الورد الصغير ده كمان حاجه يعني بسيطه، بس لو نزلت تاني هجيب له حاجه كده طعمه بيها كمان. لكن انا شايفاه هو شكله حلو جدا، وبصراحه مبسوطه جدا، كفايه اللي انا عاملاه بايديا فيعني فخوره بنفسي. بصوا بقى شكله كده على ترابيزه الصالون حلوه جدا، ولو اتحط برضو على السفرة يبقى برضو شكله جميل. ضيفوا كده لبيوتكم كده حاجة جديدة في البيت هتديكوا بهجة حتى لو بأقل التكلفة. ورداية كده، مفرش صغنطوط كده جديد. شايفين حلو جدا وانا مبسوطة بيه. لو انتي وصلتي لنهاية الفيديو ونسيتي تحطي اللايك، بفكرك وبقولك حطي اللايك وشيري على قد ما تقدري علشان غيرك يستفيد. يا رب يكون الفكرة عجبتكم والفيديو عجبكم. مع السلامة.